السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. لو المدير بتاعك جاب لك شيت زي كده وقال لك دي مبيعات الفروع وعايزك ترتبها من الكبير للصغير أو من الصغير للكبير، إزاي هتقدر تعمل الموضوع ده؟ تعالوا مع بعض نشوف هنعملها إزاي بكل سهولة. انا هنا هستخدم دالة اسمها دالة رانك اللي هي دالة الترتيب. وطبعا احنا المثال اللي احنا جايبينه ده مثال صغير مش كبير. فالدالة ديت لو الامثلة لو الشغل او الشيت كبير فهيوفر عليك وقت كبير جدا. اول حاجة انا هنا طبعا عامل الجدول بتاعي تيبل، فهاجي هنا اكتب المعادلة بتاعتي واقول يساوي واختار رانك اللي هي دالة الترتيب. فانا هقول له النمبر بتاعي اللي هو رقم المبيعات دوت. طبعا انا عامل الشيت تيبل، فهاجي هنا اقول له كوما، انا عايز الريفرنس بتاعي اللي هو الرينج كله اللي هو عمود المبيعات. طبعا لو انا مش عامل الجدول تيبل فاختار الرينج بتاعي واعمل له اف 4 تثبيت. تمام. واعمل له اف 4 تثبيت عشان المعادله ما تتلخبطش. وبعد كده اختار 0 او 1. طبعا لو اخترت 0 هو انا بقول له رتبوا لي من الكبير للصغير، واقفل القوس بتاعي وادوس انتر الاقيه يطبق في كل المعادلات. الاقي اكبر رقم عندي رقم 1 اللي هو 38000، رقم 2 اللي بعديه على طول اللي هو 32000. طب انا لو حبيت اعدل في المعادله واخليها من الصغير للكبير، هاجي هنا اشيل الزيرو دي خالص وهخليها 1 وادوس انتر بالشكل ده. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.